بنت صغيرة عندها 14 سنة، عندها حلم كبير، عايزة تشتري بيت، وأهلها اللي من ولاية ميسيسيبي قالوا لها لو قدرتي تجمعي تمنه ممكن نشتريهولك، وبعد كده احنا نتكفل ببقية مصاريفه لغاية لما يبقى عندك 18 سنة. لأن قانونا ما ينفعش طفل صغير يعيش في بيت لوحده هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لغاية لما يكمل 18 سنة. فبيلا عملت ايه؟ بيلا عملت فيديوهات على التيك توك بتاع باباها وبتقول للناس يا جماعة انا نفسي اشتري البيت دوت. بابايا بيقول لي لو انا جمعت 130 الف دولار تمنه ممكن اشتريه. انا حاطه لكم الكاش اب بتاع ماما في الديسكريبشن، وكل واحد يبعت لي دولار واحد بس. لو جمعت 130 الف دولار من 130 الف شخص كل واحد دولار هقدر اشتري البيت دوت. قعدت تتكلم بعد كده في كذا فيديو عن احلامها ان هي لو قدرت تجمع المبلغ دوت واشترت البيت دوت هتأجره لغاية لما تكمل 18 سنة عشان ما تقدرش تعيش لوحدها فيه، وبالتالي الفلوس اللي هتطلع من الإيجار بتاعته هتقدر تتكفل بمصاريف البيت، وكمان هيبقى فيه جزء منه هيتخصصه للكوميونيتي أو لمساعدة الناس زي ما الناس بتساعدها دلوقتي. حلم قد يكون صغير ولكن بيأكد ان الجيل الجديد قد يكون ليه احلام وتطلعات وحاجات ممكن يغير بيها شكل العالم القادم. الفيديو دوت نزل من 3 ايام، لغاية النهاردة مجمعة 7000 دولار. الناس بتحاول تساعدها عشان تشتري البيت دوت وتحقق حلمها، وكل واحد بيدفع دولار واحد. طب السؤال دلوقتي، لو هي ما جمعتش تمن البيت، يعني جمعت مثلا 10,000 دولار 20,000 دولار 30,000 دولار ما كملش تمن البيت، هي قالت ان هي عندها حساب توفير باباها عمله لها بحيث ان هي لما تكبر تقدر تستفيد من الفلوس ديت، والفلوس دي كلها هتدخل الحساب دوت. باباها طلع كمان اكد الكلام ده في كذا فيديو، وقال ان انا ومامتها هنتكفل بمصاريف البيت لو قدرتوا ان انتوا تساعدوها ان هي تشتريه لغايه لما تكمل 18 سنه، وبعد كده هي هتبقى حره في البيت بتاعها، وان الفلوس اللي جت للبنت لغايه دلوقتي واللي هتيجي كمان لو ما كملتش ثمن البيت هتحط في الحساب بتاعها بتاع التوفير اللي هم عاملينه عشانها. لما تبص على القصة دي تعرف قد ايه الامريكان طيبين وقد ايه الامريكان بيحاولوا يساعدوا حتى الاطفال الصغيرة ان هم يحققوا احلامهم. خليك ورا حلمك، الطفلة الصغيرة بتحاول تحقق حلمها، اعمل زيها والناس كلها بتدعمها. كل التحية، شاركونا برأيكم في التعليقات. تحياتي للجميع، وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.